يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه: كنت جالسا في المسجد ألقي على الناس دروس العلم، فنظرت أمامي والمسجد مليئا بالعلماء، وإذا بسائل يسألني ويقول لي: يا أبا حامد، يقول ربنا عز وجل: كل يوم هو في شأن، فما هو شأن ربك اليوم؟ قال الإمام: ودخلت مخزون ذهني وقدحت زمام رأسي وطرحته على نطاق البحث، ولم أجد له إجابة في عقلي، وتقبل الجبين عرقا، فقلت له: أيها السائل، انظرني إلى غد لعلي أبحث لك عن جواب. وجاء الغد، قال: لم أجد الجواب، وجلست في مجلسي فسألني نفس السؤال: ما شأن ربك اليوم؟ فكان الجواب: صمت فذهبت إلى بيتي مهموما مغموما، وبعدما صليت العشاء دعوت الله قائلا: اللهم ألهمني الإجابة في منامي. قال الإمام: ونمت ليلتي وإذا بي أرى إنسانا ما رأيت مثل جمال وجهه قط، فرأيت في جبينه نورا يتألق، ورأيت في وجهه أنوارا تشع. قال لي: السلام عليك يا أبا حامد، ألا تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله. إذا سألك السائل غدا ما هو شأن ربك اليوم، فقل له: لله أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال أبو حامد: فذهبت كعادتي إلى المسجد، وضاق المسجد بما فيه، وإذا بالسائل يسأل: ما شأن ربك اليوم؟ فقلت له: لله أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فقال لي السائل: أكثر الصلاة والسلام على من أعطاك الإجابة في المنام. أكثر الصلاة والسلام على من أعطاك الإجابة في المنام، صلى الله عليه وسلم.